السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك إن شاء الله بإذن الله في القناة عندي. طيب، النهاردة عندنا كلام كتير جدا على النادي الأهلي، وعندنا كلام كتير جدا على نادي الزمالك. هنتكلم الأول على النادي الأهلي وعلى فوزه الكبير جدا على نادي إنبي في الدور اللي قبل النهائي في كأس مصر، وتأهله للمباراة النهائية ان شاء الله. هو الاهلي مستني مباراة ما بين بيراميدز والزمالك، اللي هيفوز فيهم الاهلي هيلعبوا على نهائي الكاس ان شاء الله باذن الله. نتمنى الاهلي طبعا الفوز بالبطولة دي، ويعوض الجماهير بتاعته عن مباراة كاس السوبر الافريقي ان شاء الله باذن الله، بحظ البطولة دي مع البطولات التانية اللي هو مشترك فيها ان شاء الله. طيب، الاهلي لعب مباراة كبيرة جدا مع انبي. التشكيل الاهلي لعب بيه الاول مع في مباراة انبي هو الشناوي وعبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، وعلي معلول. في خط النص كان مروان عطية وديانج وقفشه، وعلى اليمين كان بيرسي تاو، وعلى الشمال كان حسين الشحات ومهاجم موديست. الاهلي بسم الله ما شاء الله، يعني حتى لو التشكيل متغير، الاهلي عنده سكواد جامد جدا، واللعيبه كلها تحس ان هم متفاهمين. يعني حتى قفشه ما كانش بيبدا، كان بيبدا امام عاشور الكام ماتش اللي فاتوا، لما نزل تحس ان هو بيبدا الماتشات كلها. امام حتى عاشور بسم الله ما شاء الله لما نزل في الشوط الثاني، الراجل قدر يجيب جول، ده اول هدف يحرزه مع النادي الاهلي، وقدر يعمل ماتش عالمي. ناس كتير قوي ما كانتش متخيله ان امام عاشور هيظهر بالمستوى جيد جدا ده مع النادي الاهلي، بس الراجل كان عكس توقعات كل الناس، وقدر يثبت جدارته، وقدر يثبت اللي هو لعيب كبير، واداؤه باين جدا 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 من وجوده في الملعب. حتى مستر كولر بيعتمد عليه في المباريات المهمه، وبيعتمد عليه في الملعب بشكل كبير جدا. ليه بقى؟ لان امام عاشور احنا اتكلمنا عليه كتير قبل كده، وقلنا اللي هو لعيب جوكر، يقدر يلعب وينج شمال، يقدر يلعب في الوينج اليمين، يقدر يلعب صانع العاب، ويقدر يلعب ديفندر في خط النص. احنا قلنا يبقى لعيب مفيد جدا، والحمد لله بفضل ربنا الراجل اثبت الكلام ده، ولسه مستنيين منه اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. طيب، هنتكلم على مباراة الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله، هتكون يوم الاحد في استاد برج العرب، وهتكون ان شاء الله باذن الله الساعة 7. احنا عارفين مباراة الاسماعيلي بتبقى مباراة قوية جدا. جماهير الاسماعيلي طبعا هتيجي تآزر الفريق بتاعها، فريق الاسماعيلي بيلعب قدام الاهلي، اللعيبه بتاعته وحتى المدرب بتاعه بيلعبوا بحماسيه زياده كده، عاملين زي علي ماهر كده لما يلعب قدام الاهلي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى له الفوز بنتيجه كويسه ان شاء الله باذن الله. التشكيل المتوقع ان شاء الله باذن الله لمباراه الاهلي والاسماعيلي، اتوقع الشناوي ان شاء الله، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، وعلي معلول. خط النص هيبدا الراجل ان شاء الله باذن الله امام عاشور ومروان عطيه وديانج. قدام على اليمين هيبدا ب بيرسي تاو، واتوقع ان هو يبدا ب رضا سليم في الشمال، لان رضا سليم احنا قلنا كان عنده كدمه بسيطه كده، والراجل بيتمرن دلوقتي والراجل كويس، فممكن يبدا بيه ويريح حسين الشحات الماتش الجاي ان شاء الله. وفي الهجوم هيبقى موديست، لان احنا عارفين كهربا موقوف 6 مباريات في البطوله بتاعه الدوري. ان شاء الله باذن الله نتمنى نشوف مباراه قويه ومباراه كويسه، ونتمنى الفوز للنادي الاهلي. طيب، امام عاشور اتكلمنا عليه وقلنا اللي هو لعيب ممتاز، ونتمنى نشوف منه اكتر من كده. طيب، بالنسبه بقى لحسام عاشور، حسام عاشور كانوا مستضيفينه امبارح في برنامج استاذ سيف زاهر، والراجل ابدى اعتذاره للنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب وللجماهير. شخصيا اتمنى ان حسام عاشور ينضم لاي حاجه في النادي الاهلي، اذا كان اداري او مدرب في الناشئين، لان الراجل قعد تقريبا 20 سنه او 25 سنه موجود في النادي الاهلي. فاتمنى للكابتن الخطيب يقبل اعتذاره، واتمنى ان شاء الله باذن الله اللي هو يكون موجود. واحنا عارفين حسام عاشور الراجل
ما عملش مشكله من ساعه ما دخل النادي الاهلي لغايه ما خرج، الا المشكله بتاعه الماتش اللي هو بتاع اعتزاله. ونتمنى باذن الله ان الكابتن الخطيب يتقبل منه اعتذاره. اتكلم كمان حسام عاشور امبارح على السعيد وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، وما كانش متوقع ان هم يخرجوا من النادي الاهلي، وفعلا ما كانش اي حد متوقع الاثنين دول يخرجوا. وكمان اتكلم على احمد فتحي وقال اللي هو كان يتمنى اللي هو احمد فتحي يعتزل في النادي الاهلي. يلا قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله، وكل واحد اختار طريقه. والاهلي ميزته اللي هو ما بيقفش على ولا لعيب ولا مدرب ولا رئيس نادي ولا اي حد. الاهلي منظومه محترمه، منظومه ناجحه بفضل الله، واي حد بينضم للمنظومه بتاعه الاهلي بيبقى مكسب ليه هو، مش مكسب للنادي الاهلي. طيب هنتكلم على نادي الزمالك. نادي الزمالك الانتخابات مولعه، احنا عارفين ان شاء الله باذن الله الانتخابات بتاعته هتكون اخر الشهر ده. نتمنى الخير لنادي الزمالك، ونتمنى له يكون موجود في نادي الزمالك مجلس اداره يكون قايمه واحده، ويكون متفقين مع بعض بحيث يقدروا يفيدوا نادي الزمالك. ونتمنى لنادي الزمالك اللي هو يرجع زي الاول، نتمنى له الخير ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين ان نادي الزمالك عنده مباراه يوم السبت ان شاء الله باذن الله، هتكون الساعه 7 على استاد القاهره مع نادي البنك الاهلي. عارفين البنك الاهلي بيبقى ند قوي قوي في مباراه نادي الزمالك، فنتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه قويه، واللي ربنا يوفقه ونتمنى له الفوز. طيب احنا عارفين ان فتوح هيبقى موجود في القائمه بتاعت نادي الزمالك في المباراه الجايه دي، لان الراجل خلاص بنسبه كبيره قوي، بنسبه كبيره جدا خلاص تم شفائه، وان شاء الله باذن الله نشوفه موجود في الملعب في المباراه الجايه. هو محمود علاء انضم برده، عبد الله جمعه انضم برده للقائمه، وشيكابالا. الاربع لعيبه دول. شيكابالا كان عنده مشكله كده في الكدمه بسيطه كده، والحمد لله شفي منها وبقى كويس. وانضمام فتوح ومحمود علاء وعبد الله جمعه دول ان شاء الله باذن الله هيكونوا موجودين في المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله. في النهايه حابب اشكر حضراتكم، واتمنى من الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك ان شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.